في مقولة بتقول حكمة النهاردة هي حماقة بكرة. هفهمك. أكيد سمعت عن التنمية البشرية وحاولت ولو مرة إنك تدور على فيديو أو كورس أو كتاب عن تحقيق السعادة وتطوير الذات أو النجاح في العمل وتحسين المهارات الاجتماعية وفن التواصل، وطبعاً الإيجابية في الحياة حاجة كده عظمة. ولو عندك بقى يا سيدي أطفال مش هتنسى تدور على طرق التربية الإيجابية الحديثة وغيره من طرق لتسليح الذات ومساعدتها بشكل خرافي يجنن وياخد العقل، وكل ده تحت مظلة علم التنمية البشرية ومساعدة الذات اللي بيدعي إن حياتك هتتشقلب من خلاله وهتبقى في حتة تانية. وهنا يا صاحبي وقعت في المصيدة. مصيدة؟ أيوة، زي ما بقولك كده، مصيدة لعقلك، لأن للأسف دي خرافات وأحلام وردية. معقول؟ هي صدمة بس هتفوقك وتخليك تختار صح بعد كده، وده اللي هنقدمه ليك من خلال لمحات من كتاب صرصرة نفسية للكاتب ستيفن برايرز اللي نسب فيه أشهر 6 خرافات لجيل المساعدة الذاتية، وقدمهم في 6 فصول بالكتاب، وكمان قدم معاهم نصايح وحلول منطقية مدروسة في علم النفس المخالف تماماً لأفكار وأسس علم التنمية البشرية اللي بيقدم شلال من محتوى كاذب وتوقعات خيالية مبالغ فيها، لأنها بشكل كبير بعيدة عن إمكانياتنا الواقعية وبتحملنا فوق طاقتنا على إنه علم وكده، وهو ولا علم ولا حاجة، دي مجرد خرافات. عم ستيفن جاي من المستقبل عشان يقولك خد بالك، أنا الصخرة اللي هتحطم عليها كل مفاهيمك الغلط وأحلامك المزيفة، ما تقلقش، وهيصلحها لك بمفاهيم صح جداً لها أساس علمي موثوق فيه من خلال علم النفس اللي درس وجرب مفاهيم كتيرة زي القيمة والمعنى، وهيعلمك كمان إزاي تفرق بينه وبين ادعاءات التنمية البشرية اللي كل هدفها تحقيق الربح والتجارة بأحلامك. علم التنمية البشرية يا صاحبي هو النسخة الشعبية لعلم النفس، ناس كتير بتحبه ومدمنة تتابع أفكاره ونصايحه المبهرة بشكل كبير، وده بسبب بساطته في تقديم الحلول والنصايح وكأنه عصا سحرية. ولكن للأسف معظم الحلول دي غير منطقية وهمية يعني، ومش بتناسب كل الناس لأننا مش قوالب ونسخ من بعض. وخلي بالك ممكن أفكارهم تخليك تخلط بين الواقع والأحلام، زي مثلاً إنه يطلب منك إنك تتحمل الضغوط والسخافات والتنمر عشان توصل لهدفك بصرف النظر بقى عن طبيعتك في التعبير عن مشاعرك وهتقدر تنفذ ده ولا لأ. وطبعاً لو ما قدرتش النتيجة بتكون الكبت والعدائية والسلبية، لأنه ببساطة طلب منك تعمل حاجة عكس طبيعتك اللي ربنا خلقك عليها، ومن غير ما تاخد بالك بتلاقيهم يوجهوا شخصيتك ويوهموك إنك مركز الكون وسوبر هيرو وقادر تعمل كل حاجة وإنك تستحق كل حاجة. نوع كده من تثبيت النفس والمسكنات النفسية. يلا قول لنفسك قدام المراية أنا مش قصير قزح، أنا طويل وهبة على أساس إنك توهم نفسك بإنك طويل وإنت ولا طويل ولا حاجة. ده بدل ما يعلمك تقبل نفسك زي ما هي مش توهمها. ناس كتير بتتوهم ومشاكلها بتزيد وتتعقد والنتيجة بتكون عكسية. عشان كده عمنا ستيفن أعلن الحرب على كل الخرافات دي، ما قدرش يتحمل إن كل من هب ودب يتكلم بدون رقابة أو أساس علمي سليم، وقرر إنك تعمل وقفة للتفكير وإعادة النظر وإزاي تمنطق وتفلتر أي نصيحة أو مهارة تعدي عليك وتتعلمها بدون أساس. ويلا نبدأ مع أول خرافة بتتكلم عن تحقيق الذات. بتقول إن أهم حاجة تقدير ذاتك، لأن عدم تقديرها هو أساس لكل مشاكلك، وإنك لو قدرت ذاتك هتخلي كل اللي حواليك يقدروك وينبهروا بيك. كده في المطلق أحلام. هو ينفع مثلاً يا صاحبي إنك تنجح وتطلع الأول من غير ما تذاكر وتحضر الامتحان لمجرد إنك شايف نفسك أينشتاين الجيل وعبقري الزمان ومفيش منك 2؟ حاجة كده على مزاجك، حلو، بس خلي بالك الأفكار دي هتوجهك لتضخم الذات بدل تقديرها، وهتكون أنت في حتة والواقع في حتة تانية خالص. هتنصدم بوضعك الحقيقي ومكانتك بين الناس، لأنك مش هتلاقي حد مقدرك زي ما أنت مقدر نفسك، فهتحس بالإحباط والفشل وهتنفصل عن كل اللي حواليك لأنهم مش مقدرينك، وده لأن مفيش إنجاز حقيقي حققته عشان تتقدر. طيب إيه الحل يا عم ستيفن؟ نقلل من ذاتنا يعني ونبعترها ولا إيه؟ لا يا صاحبي، الصح هو إنك تقدر ذاتك
حسب إنجازاتك اللي عملتها بجد، وتحط نفسك لتقدير إيجابي كل ما حققت حاجة صح ولو بسيطة، زي تعلم مهارة أو مساعدة حد أو إنجاز شغل مطلوب منك أو حل مشكلة كده. يعني هتلاقي نفسك بتحقق سكور حقيقية وتستاهل التقدير فعلاً عليها. يعني من الآخر خليك واقعي ومتواضع، وبلاش تمشي ورا إحساسك الوهمي واللي قريته في الكتب وبس. ومن ضمن الخرافات الذات هو إنك تمشي ورا مشاعرك، وإنك لازم تفهم مشاعرك ومشاعر غيرك عشان ده السبيل الوحيد للنجاح في الحياة. قال يعني ده من الذكاء العاطفي اللي هيوصلك لتحسين جميع جوانب حياتك. هو تمام بس خرافة، لأنه مش هو ده الطريق الوحيد ولا حاجة. والدليل على كده إن في ناس كتير ناجحين جداً ومشهورين في الحياة وما عندهمش ذكاء عاطفي أصلاً، زي ستيف جوبز وإيلون ماسك المعروفين بالغرور وشخصياتهم الصدامية. فحاول بقى تطلع نفسك من الدايرة دي وما تكونش تحت رحمة مشاعرك طول الوقت، عشان مش هتوصلك لهدفك زي ما انت فاكر. ومن الخرافة الأولى هيروح بينا الكاتب للخرافة التانية اللي بتتكلم عن السعادة. بتقول إن تحقيق السعادة مرهون بتحقيق هدفك، وكل ما كان هدفك كبير وعظيم كل ما كان تحقيقه هو السعادة. تفضل انت بقى تحط في أهداف وطموحات كبيرة عشان تحقق سعادة أكبر، لكن للأسف ده وهم، لأن الأهداف الكبيرة ممكن تخليك تتجاهل أهداف وتفاصيل صغيرة في طريقك ومش بتقدر قيمتها برغم تحقيقها. زي مثلاً إنك تحط لنفسك هدف إنك تبقى بطل العالم في السباحة وتفضل تتمرن كل يوم على أمل تحقيق الحلم، ومن كتر ما الهدف ده مسيطر عليك بتنسى إن علاقتك بالمدربين وزمايلك في التمرين بتتحسن، أو إن قدراتك الجسمية والمهارات الرياضية بتزيد، أو بتفوز في مسابقة صغيرة في التمرين اليومي. وكل ده هتشوفه عادي جداً ومش هتحس بالسعادة لتحقيقه، لأن هدفك الكبير ادالك إحساس مزيف بالأولوية وضيق رؤيتك للواقع اللي انت عايشه كل يوم، وهتعيش في توتر وضغط طول الوقت. بالرغم إن الإنجازات الحلوة والصغيرة دي بتحقق السعادة برضو، ولو ما قدرتش توصل لهدفك الكبير هيكون الوضع كارثي وهتحس بالإحباط والفشل والضياع. طب الحل إيه؟ أعيش كده بدون هدف؟ لا طبعاً يا صاحبي، بس حط لنفسك أهداف متقاربة وصغيرة وتدريجية، لأن تحقيقها سهل وهيخليك تحس بالإنجاز وبالسعادة الحقيقية. وكل ما أنجزت هدف منهم كافئ نفسك، وخد بالك إن الأهداف ممكن تتغير بتغير الظروف والإمكانيات. خليك مرن واعمل اللي عليك، وخلي عندك شعور بالرضا واللي ربنا كاتبهولك. ومن هنا بيوصلنا الكاتب للخرافة الثالثة اللي بتقول إن التفكير الإيجابي ذخيرة لمواجهة مشاكل الحياة. يعني كلام زي خليك إيجابي، دايماً بص لنص الكوباية المليان، خليك متفائل، كل ده جميل. طيب الله، وإيه الخرافة في كده؟ هو عم ستيفن عايزنا نتشائم ولا إيه؟ لا يا صاحبي، التفكير الإيجابي اللي انت شايفه ده مش هيعمل لك واقع إيجابي حقيقي، بالعكس ده هيخليك تحس بنجاح وهمي والدنيا بامبي بامبي، وإنك الحياة ماشية زي السكينة في الحلاوة وكله 100 فل و14. وهتكسل بقى إنك تحل مشاكلك بواقعية، ودي الفجوة اللي حصلت بين الواقع والادعاء ده، لأن الأفكار السلبية والحزن والمشكلات أمور طبيعية ولازم هتعدي عليها. وخليك على وعي بإن في الكوباية نص فاضي لازم تحاول تملاه. الواقعية يا صاحبي اللي هتخليك تشوف المشاكل بحجمها الحقيقي وتختار لها الحلول المناسبة. أرجوك ما تخليش الإيجابية الزايدة عن اللزوم تسيطر على عقلك وتحول تفكيرك واستجابتك للأمور باللامبالاة، وتتحول لإنسان ضعيف ما يقدرش يحل مشاكله. انت ناسي إن من الشدة تصنع الرجال ولا إيه؟ وهينقلنا ستيفن من الواقعية للخرافة الرابعة اللي بتتكلم عن أكبر خرافة في الحياة، وهي إن الراجل جاي من كوكب والست جاية من كوكب تاني خالص، كائنين مختلفين تماماً عن بعض، مش بس في الجسد، لا، وكمان في التفكير والمشاعر والتعامل وحل المشكلات. وطبعاً كل كائن منهم ارتاح للخرافة دي جداً ولقى مبرر لتصرفاته اللي بتخالف الطرف التاني، وبيرميها على الاختلاف الكوكبي ده بأريحية تامة. وطبعاً التمييز العنصري ده ما صلحش العلاقات بين الطرفين، بالعكس ده عقدها أكتر، لأن في الحقيقة ربنا خلق الراجل والست من بعض، كونهم إنسان مفيش بينهم اختلاف قوي كده، ما تأفورش، بالعكس ده أوجه التشابه بينهم أكتر من أوجه الاختلاف. وممكن تلاقي صفات وسمات شخصية موجودة عند الطرفين،
لكن بتختلف باختلاف طبيعتهم الشخصية والجسدية، زي الإدراك والعاطفة. إزاي يا جدع؟ ده الستات عاطفيين قوي. هو مش شرط، لأن في دراسات أثبتت إنهم واحد في المشاعر والعواطف، لكن مختلفين بس في طرق التعبير عنها. يعني من الآخر كده الراجل والست من كوكب واحد، وإنهم ممكن يقربوا من بعض جداً عن طريق التواصل الجيد بين الطرفين، مش لازم بالكلام والرغي الكتير، ولكن بتحسين التواصل الجسدي ودعم المشاعر الإيجابية والتغافل شوية عن المشاكل الصغيرة. بلاش نأكد مفهوم أنت من كوكب وأنا من كوكب، مش هتفهميني، لأ مش هتفهمني، كل ده بيقفل التواصل تماماً. انتوا ملكوش غير بعض في الآخر وكله هيعدي. ومن على نفس الكوكب هنروح للخرافة الخامسة اللي بتأكد إن الإنسان نتاج طفولته، وإن جواك طفل لازم تهتم بيه وتدلعه وتطبطب عليه كمان، لأن كل الذكريات والمواقف المؤلمة اللي تعرضت ليها وانت صغير ليها تأثير على تكوين شخصيتك وانت كبير. فبيكون الطفل ده هو الشماعة اللي بتعلق عليها فشلك أو نجاحك في الحياة، ولو فاشل بتشوف نفسك ضحية للمجتمع والتربية اللي تعرضت ليها وانت صغير. يعني لو انت بتخاف تتعامل مع الناس هتروح بسرعة للطفل اللي جواك وتقف وراه وتقول أصلي وانا صغير أهلي قفلوا عليا قوي وما كانش عندي صحاب، فتصدق إنك خلاص شخص مش اجتماعي وهتفضل كده وهتموت كده. وده مش صح. انت مش أسير الماضي، الطفل اللي جواك ده مرحلة من عمرك وجزء من شخصيتك، قابل جدا للتطور والتغيير مع الوقت والظروف. والحل إنك تحط مرحلة الطفولة دي في حجمها الطبيعي، لأن الطفل اللي جواك ده جزء من تطور ذاتك، مش كل ذاتك والمتحكم فيها. انت النهاردة والآن مش الماضي، وجواك طاقة كامنة وغير مستغلة ربنا اديها لك. لو ركزت شوية في الحلو اللي فيك هتتغلب على مشكلتك وهتحسن نظرتك لنفسك وتغيرها. ومن التربية في الصغر بيوصلك الكاتب لآخر خرافة معانا في الكتاب اللي بتتكلم عن التربية الإيجابية، واللي بتقول إن الأب والأم هما الأساس والمصدر الوحيد في تكوين شخصية أولادهم، وإن أي تقصير أو أسلوب غلط في تربيتهم بيكون سبب رئيسي في تكوين الشخصية السلبية والسلوك الخاطئ والعقد النفسية. ويفضلوا بقى في حوار جلد الذات وتأنيب الضمير. بس اهدوا بقى، كفاية توتر، لأن دي من ضمن الخرافات المؤلمة جداً على النفس، لأن أولادك هم أهم حاجة في حياتك، والخرافات دي بتوجهك من غير ما تحس لطرق ووسائل تربوية قد تكون مثالية جداً لكن بعيدة جداً عن الواقع. يعني نسيب عيالنا تربيهم الأيام والليالي؟ لا، ربي وكل حاجة واعمل اللي عليك، بس لازم تعرف إن كل طفل له مفتاح وأسلوب مختلف في التعامل والاستجابة، وده لاختلاف شخصيتهم وإمكانياتهم الخاصة. واللي بيحصل إنك كأب أو أم بتسمعوا التربية الإيجابية من هنا وتطبقوها زي الكتالوج من هنا، وكأن أطفالكم روبوت هينفذ الأمر المطلوب منه زي الكتاب ما بيقول، والنتيجة هتكون صادمة. ممكن تلاقي طفل سوي والتاني لأ، بالرغم من إنهم إخوات أو توائم كمان، وتعرضوا لنفس التربية والعناية، لأنك نسيت عوامل تانية لها علاقة بتأثيرات المجتمع الخارجي واختلاف الاستجابة والإمكانيات الشخصية وطباع كل طفل اللي بتخليهم مختلفين. وعموماً بينصح ستيفن بتوفير بيئة صالحة وإمكانيات مناسبة للطفل تساعده في تكوين جزء من شخصيته بشكل مناسب. لكن ما تنساش إن في أطفال كتيرة اتربوا في بيئات فقيرة وبقوا عظماء، والعكس تماماً من ده. وأخيراً الكتاب خلص يا صاحبي، لكن الخرافات لسه ما خلصتش. أكيد في خرافات تانية كتير في كتب كتير، وبرغم إن علم النفس الموثوق فيه قادر على تقديم الدعم والمساعدة عشانك وبشكل مدروس، إلا إنك أنت الوحيد الخبير بذاتك وقادر إنك تختار اللي يناسبك ويناسب طباعك وقدراتك، ومحدش هيقدر يكون مكانك أو يعيش تجربتك. فبلاش ترمي نفسك في بحور التنمية البشرية ودواماتها، وحاسب لحسن تغرق فيها وما تعرفش تنقذ نفسك في الآخر. وازن عقلك وفلتر ومنطق كل اللي تسمعه أو تشوفه بدون مبالغة. أنت في النهاية بشر، كفاياك تدور عن الكمال، مفيش حد كامل، لأن الكمال لله وحده. دمتم بخير سالمين.